السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من اخبار نادي الزمالك. واضح ان السوبر المصري السنه دي مش بطوله عاديه خالص. الزمالك رايح الامارات بهدف واحد بس: نرجع بالكاس يا رجاله. في قرارات جديده ومكافآت خاصه واستبعاد لعيبه عملت جدل كبير، وكمان مفاجآت في التشكيل والتدريبات قبل ماتش بيراميدز. فخليكم معايا للنهايه عشان تعرفوا كل حاجه بالتفصيل، من أول كواليس السفر لحد استعدادات الفريق وقرارات المجلس ومصير محمد عواد اللي بقى لغز كبير جدا. يلا بينا نبدأ. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مسؤول نادي الزمالك خدوا قرار مهم جدا قبل انطلاق بطولة السوبر. المجلس قرر يحفز اللعيبة بطريقة مختلفة ووعدهم بمكافأة خاصة في حالة التتويج بالبطولة. بس خد بالك، المكافأة مش لأي فوز في ماتش، لا، المكافأة دي مخصوص للتتويج بالكاس نفسه. المجلس قال للعيبة بالحرف الواحد: احنا رصدنا مكافأة ضخمة للبطولة كلها مش لماتش واحد، وده هدفه الأساسي هو رفع الروح المعنوية قبل بداية السوبر. مجلس الإدارة كمان صرف جزء من مستحقات اللعيبة الأسبوع اللي فات عشان يحفزهم قبل السفر. دلوقتي الفريق في الإمارات وبدأ فعلا تدريباته استعدادا لماتش بيراميدز. أحمد عبد الرؤوف مركز جدا في الحصة التدريبية وبيجهز كل اللعيبة على أعلى مستوى، لكن المفاجأة بقى عبد الرؤوف بيجهز محمد عواد تحسبا لغياب محمد صبحي عن ماتش بيراميدز، لأن محمد صبحي بيعاني من إصابة عضلية. فدلوقتي في احتمال كبير إن محمد عواد يكون الحارس الأساسي في الماتش لو صبحي ملحقش. بس الغريب إن عواد نفسه كان طلب تحديد مصيره مع الزمالك، واشتكى للمقربين منه إنه مش واخد فرصته. من أول الموسم ملعبش ولا ماتش، وكل ده بقرار من الجهاز الفني اللي كان بقيادة يانيك بريرة قبل ما يمشي. عواد قال إنه ملتزم في التمرير وبينفذ كل التعليمات، لكن مفيش فرصة واحدة جات له يثبت نفسه. كمان بسبب غيابه عن المباريات خرج من حسابات منتخب مصر، وده مأثر عليه نفسيا جدا، وهو شايف إنه ما يستحقش التجاهل ده. مفاجآت في المستبعدين من قائمة السوبر. أحمد عبد الرؤوف قرر يستبعد 3 لاعيبة مهمين من السفر للإمارات: نبيل عماد دونجا ومحمد السيد وناصر منسي. دونجا مستبعد عشان موقوف بسبب أحداث السوبر اللي فات. محمد السيد تم استبعاده عشان لسه ما توفقش معاه في التجديد. ناصر منسي لأسباب فنية، بس دي اللي عملت صدمة عند الجمهور، لأن ناصر منسي كان تميمة الحظ في مباريات القمة وغاب عنه السوبر، فالكلام كتير جدا عن القرار ده. وكمان استبعاد آدم كايد ومحمود الشناوي لأسباب فنية، فالقايمة فعلا فيها مفاجآت نارية. نشوف الأول موعد المباراة. الزمالك هيواجه بيراميدز يوم الخميس الجاي الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات. والمباراة هتتلعب على استاد النهيان ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025. كل الناس مستنية تشوف الماتش. هنقدر نتابعه على شبكة قنوات اون تايم سبورت 1 و 2، وكمان على قنوات دبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية في الإمارات، وهيكون في استوديو تحليلي ضخم. قائمة الزمالك المشاركة في السوبر: في حراسة المرمى محمد صبحي، مهدي سليمان، محمد عواد. في خط الدفاع عمر جابر، الونش، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، محمود بن طايق، بارون أوشينج، صلاح الدين مصدق. خط الوسط إيشو وأحمد ربيع ومحمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وناصر ماهر وعبد الحميد معالي وشيكو بنزا وخوان ألفينا وأحمد شريف. خط الهجوم عدي دباغ وسيف الدين الجزيري وعمرو ناصر. قائمة قوية جدا وفيها عناصر عندها خبرة وعناصر جديدة ممكن تعمل المفاجأة. حكم المباراة: لحد دلوقتي اتحاد الكرة ما اعلنش طاقم الحكام اللي هيقود ماتش الزمالك وبيراميدز، ولسه في انتظار الاعلان الرسمي خلال الساعات الجاية. ماذا بعد نصف النهائي؟ بقى السؤال اللي كل زملكاوية بيسألوه: لو الزمالك عدى بيراميدز مين هيقابله في النهائي يوم الأحد؟ هل هنشوف قمة نارية قدام الأهلي، ولا مواجهة قوية ضد سيراميكا كليوباترا اللي عامل مفاجآت كبيرة الفترة دي؟ كل الاحتمالات مفتوحة، بس الأكيد إن الزمالك رايح عشان البطولة مش المشاركة بس. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم.